في أول زيارة لوفد رسمي جزائري إلى سجن يغورطا بروما، قام اليوم وزير الشؤون الخارجية والجاليات الوطنية بالخارج رمطال عمامرة رفقة المديرة العامة لمجمع المتاحف الإيطالية الفونسينا لاروسو بزيارة إلى ضريح يغورطا ملك نوميديا الذي خاض معارك ضارية لأزيد من 7 سنوات ضد روما بعد خلاف معها قبل أن يؤسر وتقضي عليه روما جوعا في سجونها. هذا السجن مامرتين الذي يقع في حظيرة الكوليسيوم هو سجن مشهور، ويمكن القول أنه المكان الذي عذب فيه ملك نوميديا، وهو الاسم القديم للجزائر يغورطا. السجن له أهمية ومكانة جد كبيرة بالنسبة للمؤرخين، وزيارة الوزير في هذا المجال مهمة لأنها تفتح المجال للتعاون في مجال التاريخ بين إيطاليا والجزائر التي تتقاسم تاريخ مشترك. والزيارة كما قلت هي زيارة مهمة جدا، وكما ترون الجزائر حاضرة منذ العصور أو القرون القديمة، ونتمنى في المستقبل أن تقوم الجزائر بدعم مثل هذه المبادرات لتنوير الأجيال الجديدة عن تاريخها العميق.